السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا. يعني لو قعدت اعبر عن اللي جوا مني انتوا قد ايه وحشني، والله العظيم مش عارفة اقول لكم قد ايه. و حاجات كتير كده، كتير كتير كتير، مش عارفة قد ايه. دي حاجة. تاني حاجة، انتي اختفيتي ليه يا دودي؟ انتي فين؟ انتي ايه الدنيا؟ انتي رحت مرة واحدة كده، يعني ما جيتوش تاني، وبقالنا كام شهر، بقالنا كتير قوي. بقالنا كتير قوي ما فيش خالص. ثواني عند الكاميرا، زي ايدي. ما بتظهروش، ما بتعملوش فيديوهات تاني، ما فيش اي حاجة خالص. قطعتم ليه؟ كل الكلام ده كله، كل الاسئلة دي كلها انا طبعا عايزة اجاوب عليها. في فترة من حياتي كانت حسيت ان انا التحديات دي مش افضل حاجة، مش احسن حاجة انا بعملها. حسيت ان انا دخلت في وقت ما كانش احسن حاجة. كانت وفاة بابايا، وكنت عايزة اخرج من اللي انا فيه، فحسيت ان انا مش بعمل حاجة مفيدة. بس عايزة اقول لكم ان انتوا كنتوا مقصرين فيا قوي، وكنتوا وحشيني جدا. واي حد كان بيبعت لي رسالة على القناة، او على فيديو قديم، او فيديو كان لسه قريب، انتي فين؟ وحشانة. انا صعبان عليا، انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ايه الجديد عندكم؟ طب ردوا علينا على الواتس، على اي حاجة. عايزة ارد ومش عارفة ارد اقول لكم ايه. مش كانت نفسيتي كانت زي الزفت، ما كنتش في احسن حال، وكنتش عايزة اعمل تاني تحديات خالص. فقلت نفصل شوية، ولسه غزولة كمان كانت صغيرة، وكانت تعباني قوي معاها، وما كنتش عارفة يعني اولي كل حاجة مع بعضيها. وكمان موضوع التحديات ده انا كنت رافضاه جدا. فقلت خلاص انا هظبط الدنيا. وشجعتوني اكتر لما فريال نزلت الفيديو بتاع ساعة ما كنا يوم عند حماتي، ولقيت تعليقات وناس كتير بعتلي بيسلموا عليا من تاني، وفي كلام وفي حاجات كده حلوة. فوحشتوني وحشتوني. قلت اعمل ايه؟ قلت خلاص انا يعني هعمل مثلا اليوم بتاعي الطبيعي، ونتشارك مع بعض ونتكلم مع بعض. وكمان لو في موقف حلو، مثلا في حاجة حلوة انا وولادي، حاجة بتضحك، حاجة جميلة، حاجة ممتعة مثلا عايشينها احنا مع بعض، نشارككم معانا. ناخد ولادي، خصوصا ان انا خلاص يعني اتعودت عليكم. كل شوية كل ما بتجيلي رسالة، اقسم بالله ببقى فرحانة من هنا لهنا، مش عارفة ليه. فعلا سبحان الله، حب الناس ده نعمة مش اي حد بيحصل عليها. معلش عشان الكاميرا عملتها، لان الحامل بتاعي زي الزفت طبعا، مفيش اي حاجه خالص متظبطه. بس بجد انتوا وحشيني جدا. كل اللي انا ممكن مش هقدم حاجه مثلا فيها ابداع اكتر، او حاجه كتير يعني جديده عن الناس اللي في اليوتيوب. بس صدقوني انتوا وحشيني جدا جدا، وحبكم دوت نعمه من عند ربنا. وانا نفسي دايما ان احنا نفضل مع بعض. و... ويا رب ان شاء الله باذن الله اقدم محتوى يكون حلو ويكون ممتع. ويا رب نرجع من تاني مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في احسن حال، كل سنه وانتم يعني ماشي يا حمزه وانا كمان. طيب انا ان شاء الله باذن الله هوريكم يوم قصير كده النهارده حصل. احنا دلوقتي بعد الفطار، وهوريكم ان شاء الله يومي كان ماشي ازاي باذن الله، وفطرنا ايه، والدنيا فيها ايه كده ان شاء الله باذن الله. يلا بقى نبتدي ان شاء الله باذن الله معاكم اليوم. زهقت من الفرنة؟ شوفي الناس اللي قدامنا والعيش اللي معانا، لو فطرنا ولا يا عيني زهقان. بصوا حمزة بعد ما جاب العيش يا عيني زهقان. تسعة جعان؟ لا صورة. سواقين. ولا ما تفطرش عشان دي هقطعك. هقطعك لو فطرت عشان دي اصلا عجين، حرام. عارف لو هتفطر عشان حاجة تانية، هو لسه صغير يا جماعة اصلا، مش كبير يعني على الصيام، بس انا بعوده كده. بصوا بسم الله ما شاء الله العيش جميل. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت جيت خلاص بقى من السوق وجبت العيش وكده. بصوا بقى انا
جبت قطايف، ودي كانت اول يوم اجيب فيها قطايف، وعيالي بقى فرحانين جدا. فقلت لهم خلاص تعالوا بقى نقعد ونعملها مع بعض، لان حمزة هيتجنن ويفطر، فحبيت ان انا اصبره واعملها يعني معاه وكده. عايزه اقول لكم تعبوني جدا وهلكوني بجد تعليم فيهم. انا عارفه ان هم مش هيعرفوا احسن حاجه يعملوها، بس يعني على قد ما اقدر حاولت ان انا يعني اعلمهم واشاركهم معايا عشان يبطل زن عليا يا عيني، عايز يفطر باي شكل ممكن، وانا مش ممانعه، بس يعني يفطر على حاجه مفيده، لكن هو عايز يفطر بقى ايه على القطايف وفاضيه. عايزه اقول لكم نسي هنا قلت له حمزه انت صايم راح تافف يعني على طول. بصوا بجد والله هو لسه صغير، يعني هو 7 سنين، المفروض ان هو عند 10 تقريبا هيتسأل عن الصيام يعني وكده، بس انا بحاول اعوده. ادي ست غزولة بقى، طبعا الناس اللي كانت بتسألني على غزولة غزولة وحشتنا وغزولة عاملة ايه، بصوا كبرت وبقت عاملة ازاي، يا خلاص يا ناس عسل خالص خالص. لو اسيب لكم صوتها وهي بتتكلم وبعدين بتقولي يا امي يا امي، بصوا مش بتنده تقول يا ماما عادي كده عسل خالص. و يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب تشوفوها معايا في فيديوهات تانية كتيره، وهتشوفوا بقى بقت حلوه خالص ولا لا وشقيه خالص خالص، وطريقتها سكر. هنا بقى خلصنا كده الحمد لله تمت بنجاح وعملنا القطايف وحطيتها جوه بقى ايه شنطه وكده، وقلت هنشيلها ولما يعني شويه بس نعمل الفطار، وبعد كده بقى ايه اقليها لهم يعني بعد ما نخلص عمايل الاكل وكده. طبعا الاكل بتاع النهارده كان اكل يعتبر سهل جدا جدا وبسيط. احنا يا جماعه لسه تالت يوم، ومش هقول لكم زهقت من ان انا افكر في الاكل وهعمل ايه النهارده والحاجات دي، بس اول باول قلت ايه الم الاكل يعني وكده اللي عندي، ونعمل حاجه حلوه في نفس الوقت، لاني حمزه ابني في دماغه كشري. كشري ايه يا ابني واحنا صايمين؟ انا اكلته المفضله هي الكشري. فقلت طب خلاص جات لي فكره كده، قلت نعمل مكرونه حلوه كده، ويعني حاجه بسيطه متبقاش كشري قوي، وفي نفس الوقت الم اي حاجه عندي برضو في التلاجة كانت باقيه، ويعني ايه اوظفها توظيف يكون افضل يعني وكده. بس عملت بقى العدس والحمص وعملت المكرونه، وكان في بقى عندي كام قطعه بانيه وكام قطعه كفته او كام واحده كفته، فقلت كده ايه نعمل طبق شكل جديد وشكل حلو يعني للاولاد. فجبت بقى العيش السوري دوت ورحت حاطه فوق منه المكرونه، مكرونه عاديه جدا وحلوه تظبطيها زي ما انتي بتظبطيها عادي. يعني انا ما حبيتش ان انا اصور قوي لان كل حاجه كانت ايه يعني من عندي، ما هياش يعني ما هياش حاجه جديده النهارده عاملاها، فقلت استغلها. ايه يا حبيبي؟ لا ما ينفع اغاني في رمضان حرام، ينفع؟ لا. حبيبي يا موسى ازيكم عاملين ايه؟ يا رب حبيبي تكونوا بخير. وحشتونا كتير عايزينها كتير على فكرة. يا روحي. بس بقى عايزينكم بقى تبقى ايه رأيك في تتجمعوا. الأكلة بتاعت النهاردة؟ والله كانت حلوة. كانت لذيذة. اه. طيب اكتر حاجة حبيتها ايه؟ المكرونة ايه؟ ما- التشكيلة بتاعت المكرونة ديت اه. ولا العيش حبيت المحمص؟ لا انا حبيت كله صراحة. حبيبي يا حمزة، بصوا زي ما انتوا سامعين بجد كانت تحفة. انا بحب ساعات اكل المكرونة بكذا طعم، فدي الصراحة كانت خيال يعني، كانت كان احلى طعمها مكرونة كلناها. يا وانا روحي بحبكم يا حبايب قلبي. يا روحي دي كوكي وهنبدأ نشغل القناة من جديد. ان شاء الله. بصوا بقى العيش المحمص ده كان خدت رغيف من العيش السوري دوت ورحت حطيته في الزيت كده وقليته، مش قادره اقول لكم كان جميل قد ايه والله العظيم، كان تحفه. ايه رايك يا كوكي؟ سلمي عليهم. كان جميل قوي يا صحابي. يا صحابي هنا بقى كنا بناكل وكان معانا سعيد عشان رامي طبعا زي ما انتوا عارفين، او ساندي عشان رامي كان في الشغل، واحنا بقى كنا عازمينهم. بس بقى مش قادره اقول لكم قد ايه كان تحفه الاكل وكان جميل والحمد لله يعني. رب احنا بنحبكم يا روحي. بص انا كنت عايزه اقول لكم ان العيش ده انا حاطاه عشان لو حد حابب ياكل بيه الكفته، البانيه،
التشويحة بتاعت او الفاهيتا بتاعت الفراخ. اللي نفسه في اي حاجة يعني ممكن ياكلها كده او كده، مش شرط بالمكرونة. يلا كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما كده نتجمع على خير. ووحشني بجد بجد من قلبي، مش كلمة بقولها وخلاص. ومبسوطة جدا جدا ان انا هرجع من تاني معاكم.